بتبدأ قصتنا في كهف منعزل، وبنشوف بطلنا ليه وهو قاعد بيطحن مادة غريبة وحواليه مجموعة من الناس دول مشوهين وما بيكونوش في وعيهم، وبيشوف واحد منهم بيحاول يعتدي على بنت، فبيقول لنفسه أكيد كل دي تخاريف وخيالات، لكن ما بيقدرش يمسك نفسه وبيقوم يضربه بالحجر اللي في ايده. الشخص ده بيقول له انا مهم جدا للسيد، فبيقول له ولا يهمني. بعدها بيظهر شخص اسمه شوان وبينادي على ليه وبنت كمان معاه، وبيقول لهم السيد بيستدعيكم. والشخص اللي ليه ضربه بيقول له انت خلاص انتهيت لان النهارده دورك. والبنت اللي ليه انقذها بتحاول تمنعه انه يروح، لكنه بيزق ايديها وبيمشي، وهو ماشي بيحاول يهدي نفسه، لكن البنت اللي معاه بتخبط ايديها فيه، فبيقول لها عايزه ايه. بتقول له تاخد حلويات طرية، فبياخدها منها، وبيكملوا طريقهم وبيعدوا جنب فرن طالع منه نار لونها غريب وعليه وعاء عملاق. ولما بيوصلوا المعلم بيقول للبنت اخيرا جيت يا تلميذتي العزيزة، وبيمسكها من رقبتها وبيرميها في الاناء ده، وبيفتت جسمها الاشلاء، وبيكون بيحاول يعمل جرعة سحرية باستخدام البشر، لكن التجربة دي كمان بتفشل وبيغضب جدا. وفي ساعتها بيهجم على ليه، لكن قبل ما يوصله الواد بيصحى وبيكون متكتف في غرفة مستشفى، وبيجي الدكتور وبيقول له تجربتك مع الوهم النهاردة كانت ايه اخبارها. ليه بيحكي له كل حاجة بالتفصيل، وبيقول للدكتور ممكن تقول لي ايه معنى الاوهام دي. الدكتور بيقول له ما تهتمش كتير بيها، واهم حاجة هي حالتك العقلية. الدكتور بيسيبه وبيمشي، وبعدها بتيجي صديقة طفولته اللي بيكون اسمها نانا، وبتقول له لازم تسمع كلام الدكتور، وبيرحب بيها وبتكون جايباله هدايا ومنهم جهاز يلعب عليه. ليه بيشكرها جدا وبتقول له بعدها ما تنساش اللي وعدتني بيه. بيقول لها اكيد مش هنسى وعدنا اننا نخش نفس الجامعة وانا هتعافى اكيد. المهم بيقوم عشان يوصلها لبره، لكن بيشوف وعاء الادوية على المكتب قدامه، وبيستغرب جدا وبتكون ملامحه غريبة، فنانا بتخاف منه وبتسيبه وبتمشي. فليه بيقول لها استني وبيلحقها وبيقول لها ما تزعليش، وبتقول له انا هاجي ازورك الاسبوع الجاي وقتها لازم تكون خفيت. وبعدين بتودعه وبتمشي، وبيدخل ليه تاني للمستشفى. وهو ماشي في الممر بيقول انا شفت فعلا وعاء الدواء، هي حالتي بقت اسوأ ولا ايه. وبيكون متضايق جدا لانه لو فضل على الحالة دي مش هيقدر يروح امتحانات الثانوية. وبيحس بحاجة غريبة في جيبه، ولما بيبص بيلاقي الحلوى اللي البنت اديتها له في المكان الغريب اللي في خياله، وبيتأكد انها حقيقية لما بيدوقها، وبيقول انا هروح اقول للدكتور. لكن فجأة بيقف في مكانه، والأول مرة بيحس ان الموضوع مش مجرد خيال. وبيرجع للمكان ده تاني وبيبدأ يسأل الناس اللي هناك لو معاكم فلوس حتى لو قطعة صغيرة مش مشكلة. الناس اللي هناك طبعا ما بتبقاش فاهمة منه اي حاجة، لكن بتيجي لنفس البنت اللي هو انقذها من الشاب اللي كان بيحاول يعتدي عليها، وبتقول له تعالى معايا، وبيروحوا المكان في الكهف، وبتخلع اسوره ذهب من رجليها وبتديها له، وبتقول له دي هتكون كفاية. فبيقول لها ايوه انا هاخدها وابقى ارجعها لك بعدين. وبنشوف الناس هم بيراقبوهم بيعملوا ايه، وبيظهر فجأة شوان وبيقول لهم مش المفروض تكونوا شغالين دلوقتي، إيه اللي انتوا بتعملوه هنا. وبعدها الناس بتمشي، وبينادي على ليه وبيقول له للاسف انت ما قدرتش تكون مكون دواء للمعلم المرة اللي فاتت. لكن اللي شد انتباه ليه هي قلادة اليشم اللي مع شوان. ليه بيقول اكيد دي اثر قديم وقيمة جدا، وبيقول كمان هتكون ملكه قريب. وبيجي الليل وبيروح ليه وبيسرق الياقوتة من بيت شوان، بيقول لو قدرت ارجع بالياقوتة دي للعالم الحقيقي هتكفي رسوم الدراسة بتاعتي انا ونانا للسنين الجاية كلها. وهو نازل فرحان من على السلم بيشوف نور، فبيروح يشوف مصدره ايه، ولكن شوان بيظهر فجأة من وراه وبيقول له انت بتعمل ايه هنا. ليه بيقول له انت ليه لابس ملابس الدواء. شوان بيقول له انت محظوظ وهتنضم لينا عشان نخرج من المكان ده، والحارس الاكبر فتح لنا الطريق، ولو ما جيتش معانا هقتلك لاني مش هسمح لك تروح وتقول للعجوز الاجرب ده على اللي احنا هنعمله. ليه بيقول لنفسه انا اقدر ارجع للمستشفى في اي وقت، وايه اللي هيقدر يعمله لي شخص زي ده. وفعلا بيغمض عينه وبيرجع للمستشفى، وكالعاده بيلاقي نفسه مربوط في السرير زي كل مره، وبيقول اكيد الممرضه نامت ومفيش حد يفكني، ومش هعرف اتاكد اذا الخاتم والقلاده اتنقلوا معايا للعالم ده ولا لا. وبيقرر يستنى شوية ويرجع تاني للمكان الغريب. وبيجي الصبح وبيلاقوا واحد جاي جري وبيصحيهم، وبيقول لهم ان المعلم امر بالتجمع في قاعة هويان، وان اللي هيتأخر هيندم. وفعلا بنشوف الكل هناك، والمعلم تاو بيقول لهم ان في منتصف الليل امبارح كان في ناس عايزة تهرب، ومن ضمنهم التلميذين الشخصيون بتوعي، وانا زعلت جدا، وان من قواعد طائفة شيشان ان اللي بيحسن بيكافئ واللي بيخطئ بيعاقب. والشيخ بيفتح حفرة عملاقة وبيرميهم فيها. وليه وقتها بيقول لنفسه اكيد كل دي اوهام وعمرها ما هتأذيني، فما فيش سبب يخليني اخاف. لكن الشيخ وقتها بيبدأ يقتل كذا واحد وبيحذر الباقي، وبيروح ناحية ليه بيقول له ان الخونة دول دعوك عشان تمشي معاهم،
ليه انت ما رحتش معاهم؟ ليه بيسكت وبيفضل يقول لنفسه دي اوهام ومش هتأذيني. تاو بعدها بيقول له انت موهوب جدا ومن النهارده هتكون تلميذي وهتكون مسؤول عن غرفة المواد، وبالمناسبة اسمك هيكون شوان. وبعدها بيديله 5 حبات اكسير سحري وبيقول له كل واحدة هتزود 10 سنين لحياتك، ومش بس كده دي كمان هتديك قوة كبيرة لفترة مؤقتة عشان تنقذ نفسك. وبيسيبه وبيمشي، وليه بيقول لنفسه هو الاكسير ده ممكن يكون مصنوع برضه من البشر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.